اوكي هنا تجي الكارثه الكبرى. والله صعدنا بالباصات شو بهذه الاثناء اكو واحد كان يرفعني هيجي. يا الله هنا وصلنا للموقع. يابا وخر ذبانه ترى لعبه نفسنا. Today we have a video in my his story when I was chill, so I will tell you what's happened with me. طبعا هاي فلسفه زايده دردقه وممارستي باللغه الامريكان اكسنت. يعني طبعا شباب حتى قمت بالصلاه استغفر الله، يعني ما متقصداني، بس من اقول الله اكبر اقول الله اكبر ما متقصداني. الار قام ينطق عندي بشكل خفيف مو نفس العراقي. شباب اليوم راح احكي لكم قصه صارت وين من الماضي سنه 2019 تحديدا، قبل تغير العالم بسنه واحده. كل الناس تقول العالم اختلف بعد سنه 2020، وان شاء الله في اليوم اجاوبكم على هذا السؤال بفيديو. فقصتنا اليوم طازجه. لما كنت تقريبا صف رابع ابتدائي كان عمري 10 سنوات. بوقتها شباب كنت سمين خدودي سمناته هالكبر ما ادري شنو كرش. فبيوم من الايام ابويا ما اعرف هل هو لهذا السبب ام لغير سبب، طبعا انا ذاكرتي ضعيفه يمكن شوي اخبط بين المعلومات، اعتقد لهذا السبب ابويا قرر يدخلني الاكاديميه مال المصارعه. قلت له بابا ربك ما اريد مصارعه والله ما احبها. قال لا الا طب اصلا ما بابا والله العظيم ما احبها. شنو هاللعبه ولحد يومكم اكره المصارعه والملاكمه والربع مالتها، بس شنو الفائده واحد يقتل على الثاني. قلت له بابا والله ما احب القتال عوفني انا انسان مسالم. قال لا الا طب اصلا ما زين دخلني على الاقل اكاديميه مال الطوبه، رغم اني قبل كنت تعبان بالطوبه كنت ما احب الطوبه، لكن اوكي على الاقل ارحم من المصارعه. المهم فوالله دخلت الاكاديميه قالوا لي شنو مركزك، كتبت لهم سي ام يعني مركزي وسط. والله طاني ملابس ووضعيه فول، دخلوني تمرين يم كابتن رعد اعتقد اسمه. هذا المدرب كان تمريناته سهله وكان يعلمنا على الاساسيات شلون تلعب باص، لازم تلعب باص بالقدم مال البطن مو تلعب باص بهذه الطريقه اللي شلون ما يلعبوها البنات. ولحد يومكم هذا انا متعلم هذه الاساسيات واطبقها اليوم لما نلعب الطابه باص بالقدم واعرف اسكن واعرف اسوي سكان على الملعب. وراها طورنا بالمرحله نقلونا الكابتن اعتقد اسمه سنان. هذا الكابتن شباب كانت تمريناته فد صعبه فد مره واني منك سمين لا اقدر اركض والتمارين كلي تركض. افر الملعب 300 مره ما ادري قد بنفس اللحظه لازم اركض واعطي باص يمنى يسرى صافر عليك طش. اوكي هنا تجي الكارثه الكبرى. بيوم من الايام قال لنا يا شباب انتم عندكم سفره اذا تريدون تجون ويانا راح نروح المسبح العظميه. هلا وانا منك ما اعرف اسبح والدنيا محترقه عندي، فوالله جبنا نجادات انا واخوي ابراهيم قلنا له بابا يلا خلينا نروح. قال لا بتروحون للسفره الا انا وياكم. انت ويانا يلا ويانا تعال هلا بيك. والحمد لله جاء ابويا بذاك اليوم. تخيل اني قايل له بابا لا تجي بابا ما اريدك بابا ردنا ناخذ راحتنا وما ادري شنو هذا الاستقلال مال المراهقين. فوالله صعدنا بالباصات كانوا وياي اللواعيب اللي وياي كلها بالباصات ونهوس عبالك فايزين بلعبه بالك فايزين بدوري بكاس واحنا كل شيء ماكو، احنا بس نروح للمسبح. فوالله وصلنا للمسبح بدينا ننزل بدينا نجهز بدينا نطب. طبعا انا ما اعرف اسبح لا اعرف اذب زرق هيك بالمسبح ولا اعرف هيك كل شيء ما اعرف اسوي، يعني اني والنجاده ورب العالمين. فبس هيك عبالك طفل هيك بالمي ما ادري شنو بعد لو طالع تهري بالاوربا بالنجادات شو اسوي. فابويا عافني على الصفحه انا بغيت هيك اسوي بالمي ما ادري العب ما ادري شو اسوي بين النجاده وحدي. ابويا راح يعلم ابراهيم وانا كنت يعني قريب عن المحيط مال المسبح، ولكن نفس اللحظه لا اني بالنص ولا اني على الطرف. بهذه الاثناء اكو واحد ما اشوف فيها بس دجاجه. ليش راح تسوي فيه؟ انا داير وجهي هو جاي من وراي لزمني من انا رفعني طلعني فوق. عرفت راح يشقع هاي سوالف الكبار وما ادري شنو فداموت من يم انت عليك بيع عوفني ما لك علاقه بيع. انا عرفت راح يطببني بالماء، عرفت انه الهلاك جايني. هسه صرنا انا وياه وجه بوجه. عمو والله عوفني والله ما اعرف اسمع عمو كان يرفعني هيجي نزلني بالمي. مسبح كان غميج ولا كان بنجاده. طفل عمره 10 سنوات انت عمرك 20 سنه حاط عقلك بعقلي. نب ما قدرت اطلع ما اعرف وين نزل طبيت جو بعمه ما اعرف. نبو مسبح مو تكون مثلا بحر بي املاح ترفعك لو فد شيء. مسبح هاي اذا تغرق اظل اسوي هيك اظل اسوي حركه برجلي ما اعرف. فجاه ما اذكر وقتها شنو صار، لكن يمكن اجى كابتن رعد ما ادري اجى والدي ركض علي اجى وطلعني جايز حبيه خطيه اجى وطلعني على صفحه طلعني برا المسبح يعني علقه على الكاشي. اجيت اني هيك نمت. طبعا ذاك الواد اللي الشاقه وياي اجى لابويا ابوي قام يتعارك وياه تشبيك شو سويت؟ يقول له والله ما ادري والله ما ادري. يقول شنو ما تدري غير لابس سجاده. ممكن بوقتها انا كنت اصيح عليه رغم انه انا قبل كنت صغير كنت اخاف من الكبار، يعني معتبرين انه احنا الكبار فد ناس يفتهمون والمشكله الادهى بانها اني ما اعرفك. بابا ما اعرفك افتهم بابا يا رجل اني صاحبك انا امك ابوك ليش الشاقه وياي؟ والله حاقد علي شو اسوي؟ ايش رفعني؟ وانا اصيح عليه اقول له عمو عرفتي ترى ما اعرف اسبح هاي نجاده والله العظيم ما اعرف. وراها شو اسوي بعدين الموضوع يعني خبر احنا كنت نتعارك وياه وانت ليش تسوي شو فصلني ما ادري شو. لا احنا مو من هذا النوع. فالحمد لله ابوي الشباب كان موجود والكباتن كانوا موجودين. تخيل الشباب لو ابوي كان ماكو كان صار بيه كان بقيت اني جوا حتى جزء هسه حاطين قبري فيها. شباب هذه قصتنا لهذا اليوم كانت بسيطه وخفيفه لطيفه رفهنا الجو بالقناه عنكم. واذا تريدون بعد حلقات من طفولتي انزل لكم قصص يعني فد مواقف او كذا انتم من اكتبوا لنا شنو مواقفكم بالمسابح من الغرقان من المغرقان وان شاء الله حقرا كل تعليقاتكم واحط لكم مطلوب. لا تنسون تدوسون لايك. يلا بيس اوت.